كلنا نشأنا وتربينا على افلام ديزني وبيكسار، لكن بعد ما كبرنا اكتشفنا ان تقريبا يمكن الحاجات دي مش بالبراءه اللي احنا متخيلينها. وان افلام ديزني وبيكسار يمكن وراها حاجات تانية ونظريات تانية وراها خفايا اكتر من هي مجرد افلام بتقدم لاطفال. نظريات في منها مقنعه وفي نظريات مش مقنعه خالص، نظريات ليها علاقه بكل فيلم وكل مشهد وكل بوستر فيلم. في حاجات منها ما كانش ينفع تتقدم لاطفال، في حاجات منها ليها ادله قويه جدا تثبت ان النظريات دي حقيقيه. ولكن هل حقيقه الافلام دي فعلا كانت افلام بريئه للاطفال؟ انا درست مو، ويا ترى ايه هي حقيقه نظريات افلام ديزني وبيكسار؟ في نظريات كتير جدا جدا على الافلام اللي اتفرجنا عليها من واحنا صغيرين من انتاج ديزني وبيكسار، ممكن لوحدها يتعمل لها سلسله فيديوهات، ولكن انا جاي اكلمك على كام نظريه هم الاشهر والاكثر قناعه. مش محتاج اخوض معاك في نشأة ديزني وبيكسار والكلام دوت، لان الكلام ده احنا ممكن نعرفه من جوجل عادي. واحدة من اشهر النظريات اللي ناقشت افلام ديزني وبيكسار واللي بتقول ان عالم ديزني وبيكسار ماشيين في نفس النمط الزمني. مش بس كده، هي الافلام بتتوالى عشان تكمل بعض في قصه معينه، الاحداث متسلسله عشان توصل للبدايه والنهايه. النظريه دي بتبدا من فيلم بريف، كلنا عارفين فيلم بريف وحبيناه وشفناه. فيلم بريف اللي كان بيتكلم عن البنت الشجاعه اللي احنا حبيناها كلها وتعلقنا بيها، والاحداث اللي خلتنا نتعلق مع اغراض او اهداف البنت دي في الفيلم. لكن النظريه دي بتقول لك ان بريف لما طلبت من الساحره ان هي تحول امها لدب، هي دي بدايه النظريه. ومن بعدها البشر بداوا يستخدموا السحر في ان هم يطوروا الذكاء بتاع الحيوانات، يطور ذكاء الحيوانات بشكل ان هم يكون عندهم قدرات عقليه من الانسان. زي مثلا ده ياخدنا الفيلم راتاتوي او المعروف في طفولتنا خلطبيطه في الصلصه، ده كان بيحكي عن شيف ادمي فاشل جدا في الطبخ، ولكن كان بيساعده فار. الفار دوت عنده مهارات كتيره جدا ان هو يقدر يطبخ، وهو اللي كان بالفعل الشيف الحقيقي. الفيلم ده كان بيناقش ان هو ما كانش فار طبيعي، ده كان فار عنده مهارات ان هو يطبخ اكل ادمي، اكل كمان طعمه حلو. فار كان مرتبط بشخصيه جوستو، كان شايفها بالنسبه له حاجه كبيره جدا. جوستو اللي هو صاحب المطعم اللي بتدور حواليه كلها احداث الفيلم، اللي قدر يوصل لصاحبه اللي هو كان ما عندوش اي مهارات في الطبخ ان هو يكون شيف قوي جدا، وكل ده تحت القبعه اللي هو كان لابسها. من ضمن كمان الافلام اللي ظهر فيها الحيوانات بقت بشكل اذكى بناء على اول القصه اللي احنا قلناها، فيلم نيمو، اللي لقينا فيه ابو نيمو ودور عندهم قدرات اذكى كتير ان هو يكونوا مجرد اسماك. هم بيدوروا على نيمو وبيتابعوا قوارب ويشوفوا ايه اللي مكتوب عليها وبيطلعوا من البحر وحاجات تانية كتير. كل دي بترجع نفس الفكره ان البشر بيستخدموا السحر ان هم يخلوا الحيوانات اذكى. والموضوع ما اختصرش على الحيوانات بس، الموضوع كمان وصل للحشرات زي ما شفنا في فيلم حياه حشره. ما كانوش مجرد حشرات، لا، ده كانوا حشرات وعندهم عالم وعندهم حياه وعندهم اماكن بيروحوا يسهروا فيها واماكن بيخرجوا فيها وعندهم مواسم وحاجات تانية. نظره ابعد واذكى للحشرات. الحيوانات ما بتفضلش كائنات مسيره، اللي بيبقى عندها قدره وذكاء ان هي تكون عالم ومجتمع لوحدها. وبتكمل النظريه ان بيحصل الحرب العالميه الثالثه اللي بتقضي على كل البشر، وان الحيوانات بعد ما تطور ذكائها وبقت كائنات قادره تعمل مجتمع، بنشوف ان هي قدرت تعمل مجتمع كامل زي شبه بتاع البشر بالظبط، ولكن هو عباره عن كله حيوانات. زي ما شفنا في فيلم زوتوبيا، فيلم الكوميدي الظريف اللطيف اللي كنا بنحبه وكنا بنتفرج عليه، وبنشوف قد ايه حياه الانسان هي عباره لو كان الحيوانات هي بس اللي بتعمل، والحيوانات هي بديله الانسان. وضيف على كده كمان فيلم بولت بتاع الكلب اللذوذ اللي كان فاكر نفسه ان هو عايش حياه اكشن وان هو بيحمي صاحبته او البنت اللي بتربيه، وبعد كده بيتوه بيكتشف في الاخر ان هو كان بيمثل في فيلم. قدره الذكاء بتاعته ان هو قدر ويروح يتعامل مع حيوانات ثانيه، ينقذ صاحبته وحاجات ثانيه كتير شفناها في الفيلم دي برضه بترشح نفس النظريه، ولكن دي كانت قبل القصه بتاعت الحرب العالميه الثالثه وبعد كده زوتوبيا اللي احنا قلناها. ولكن زي ما البشر انتهوا، النظريه بتاخدنا لحته ثانيه، وهي ان الحيوانات كمان هتنتهي، وهو ان الحيوانات بتفضل مكمله لغايه ما الحيوانات بتهلك الكوكب ويبدا يظهر نوع جديد مسيطر على العالم وهم الالات. وتبدا الالات ديت فيلم كارز. فيلم كارز من اكثر الافلام اللي احنا بنحبها، اللي طلع عليه 3 اجزاء، اللي بيحكي عن حياه السيارات اللي هي لو اعتبار ان مفيش بني ادم. ونشوف ان السيارات في منها انواع وشخصيات زي البشر بالظبط، وان العالم كله عباره عن عربيات قديمه وجديده، عربيات سباق وعربيات عاديه، موظفين عادي جدا. ينقرض الحيوانات ويفضل الكائنات الوحيده اللي موجوده على كوكب الارض هي الالات او العربيات اللي هم كارز. ولكن نظرا العربيات دي بتستهلك بنزين، فدوت بيلوث البيئه وبيلوث الكوكب الارض، وبيبقى موجود فيه نفايات كتير جدا، نفايات نفطيه لها علاقه بالبنزين والاستهلاك والعواتم والكلام ده كله. والنفايات الناتجه عن حياه السيارات دي كانت محتاجه روبوتات تانية او ماكينات تانية تشيل هذه النفايات غير العربيات. والنظريه بتقول ان امثله هذه الالات اللي بينظفوا النفايات ديت وولي، الفيلم اللي كان لحد ما هو فيلم طفوله، ولكن تحس ان هو ابوكاليبتيك شويه، عالم انتهى بقى وما عادش فيه غير الروبوت دوت، العالم كله بقى عباره عن نفايات وكمان روبوتس. ومع استمرار النفايات واستهلاك العوادم وكل الكلام دوت، العالم كله بيهلك. دي اشهر نظريه واكتر نظريه قد تكون مقنعه. في كتاب كامل اتكتب عن النظريه دي بيشرحها بتفصيل اكتر. بجانب ده بقى في نظريات كتير جدا عن ترابط المسلسلات الكرتون اللي كنا بنتفرج عليها ببعضها او الافلام ببعضها. اقول لك كام واحده من اللي علقوا معايا، ولو حبيت الموضوع ممكن نعمل حلقه تانيه. كلنا نعرف هيلو كيتي، القطه الكيوت ام فيونكا اللي ليها ميرشندايز وليها حاجات كتير وليها كرتون بتاع اللي كان بيجي على سبيس تون. كلنا اكيد مفيش حد ما مرش عليه او ما يعرفش على الاقل هيلو كيتي. ولكن في نظريه الحقيقه هي مقنعه بتتكلم ان هيلو كيتي دي اصلا مش قطه، وان الفكره الاساسيه او الحد او الشخص اللي صمم شخصيه هيلو كيتي ديت هي كانت
كانت ام صينيه. الام ديت كان عندها بنتها، والبنتها دي كانت عندها سرطان في الفم، والدكاتره كانوا بيقولوا لها ان حاله بنتها صعبه شويه، وللاسف البنت توفت. فالنظريه بتقول ان امها عملت قرابين للشياطين عشان عايزه ترجع بنتها. فالطريق دوت او الشياطين قالوا لها ان هي لازم تعمل شخصيه تتواجد في كل البيوت اللي في العالم تكون بتمثل بنتها، فعملت شخصيه هيلو كيتي. ما سالتش نفسك هي ليه هيلو كيتي ما عندهاش بق؟ البنت اللي ماتت كان عندها سرطان في الفم. والنظريه بتقول كمان ان الفيونكه اللي فوق دي مش عباره عن فيونكه ولا حاجه، دي عباره عن القرون اللي موجوده رمزا للشيطان او ابليس او ايا كان. النظريه كمان بتقول ان اسم هيلو كيتي، كيتي اصلا مش صيني معناها شيطان او ابليس او ديمون او ايا كان، وهيلو الجزء الاول منها اللي هو هيل جحيم، بس انا حاسس ان دي كانت اوفر شويه. النظريه لحد دلوقتي ممكن تكون عادي يعني تاليفه، ولكن لغايه ما جت الشركه المنتجه لهيلو كيتي طلعت قالت في بيان صحفي ان هيلو كيتي اصلا مش قطه. قال لي لو هي مش قطه امال هي ايه؟ وقالوا كمان ان هي مش قطه لان هي بتتكلم وبتمشي وبتنام زي البشر بالظبط، فبالتالي هي ممكن تكون بشر، وده بيرجح النظريه بتاعت الام الصينيه اللي احنا قلنا عليها. معلومه اسرائيليه كده، هيلو كيتي المرشندايز بتاعها او الحاجات اللي بتتباع ليها زي الدباديب والشنط والى خلافه هي تاني اكتر حاجه اتباعت عالميا. يعني ماركه هيلو كيتي هي اكتر تاني حاجه اتباعت عالميا من اي براند ممكن تتخيلوا في حياتك. نظريه تانية علقت معايا، وهي كلنا زمان كنا بنتفرج على تيمي تيرنر او الابوين السحريين، كنا بنحبهم جدا وبنحب خفه الدم بتاعت كوزمو وواندا وتيمي اللي هو الصغير والمغامرات اللي بيحكيها الكرتون. برضه كنا فاكرين وبنحب نتفرج على داني الشبح، الشاب الصغير اللي عنده قدره ان هو بيشوف الاشباح وبيروح لعالم الاشباح وان هو بيختفي وبيظهر والكلام الجميل ده كله. النظريه دي بقى انا صراحه مقتنع بيها جدا. النظريه دي بتقول لك ان تيمي تيرنر لما كبر بقى داني الشبح، ودوت هو ان تيمي الابوين السحريين بتوع اللي هم كوزمو وواندا كان المفروض هو عنده 13 سنه قبل ما يتم 13 سنه يختفوا وهو هينسى كل الكلام ده، ودي كانت من قوانين السحر او قوانين الابوين السحريين اللي هم كانوا المفروض كوزمو وواندا، يعني ان هم لازم يختفوا من حياه الطفل ويمحوا له ذاكرته قبل ما يتم 13 سنه. فكان ليه امنيه اخيره وهو ان هو يشوفهم او ان هم يرجعوا له تاني وهو عنده 14 سنه، ولكن قالوا له ان ده من ضمن القوانين بتاعتهم مش هينفع يحصل. فقال لهم تمام خلاص انا محتاج اكون وانا عندي 14 سنه شخص كول وشكلي حلو وعندي قدره خارقه او ايا كان، واتوجد في بيئه مختلفه واتوجد في ظروف مختلفه. وهنا تبدا النظريه ان هو فعلا لما كبر حققوا له الامنيه وبقى هو داني الشبح. مش بس كده، العالم بتاعه والاشخاص اللي حواليه كلهم اتغيروا لعالم تاني، اصحابه بقوا شخصيات تانيه في داني الشبح اللي هم اصحابه، ابوه وامه شبه الاب والام اللي كانوا موجودين في داني الشبح. والحقيقه هو في شبه كبير قوي، وفي شبه كبير اصلا ما بين داني الشبح وتيمي تيرنر. نظريه مقنعه جدا بصراحه. في كتب كتير جدا وفيديوهات كتير جدا اتكلمت عن نظريات اكتر من كده واعمق من كده، كل مسلسلات الكرتون اللي كنا بنتابعها واحنا صغيرين، يعني بجد حاجات ممكن تدمر طفولتنا تماما وعايزه سلسله فيديوهات. لكن ما اطولش عليك اكتر من كده، هسيب لك رايك انت في الكومنتس. قول لي ان النظريه اللي انا قلتهم دول انت شايفهم مقنعه وممكن يكونوا حقيقيين، وقول لي لو حابين نعمل جزء تاني عن نظريات تانيه او حاجات تانيه، قول لي كل الكلام ده في الكومنت. شكرا انكم اتفرجتوا على الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. بنحاول نكثف انتاج الفيديوهات، عايزين المحتوى ده يوصل لناس اكتر، وهتلاقوا كمان فيديوهات انا حاططها لكم هنا برشحها لكم جدا. سلام. عاليا تطير في الفضاء باحثا عن حلم سعيد وقلب شجاع.